في مصر، يعني يمكن المرأة المصرية بتحاول دايما انها تحتل الاماكن المهمة وبجدارة، بتحل الأعمال، ومن خلال إنها بتقتحم جميع الأعمال حتى اللي بيقتحمها الرجال، وبتنجح في ده. خلينا النهاردة نستضيف معنا نموذج من النماذج المتميزة للمرأة العاملة، الأستاذة أماني مصطفى فرحات، رائدة الأعمال. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. شرفتينا. ميرسي، شكرا. طيب، لو اتكلمنا بقى عن البدايات، ودايما البدايات بالنسبة للمرأة بتكون فيها صعوبة لشق الطريق، خلينا نتكلم عن بدايات حضرتك. في البدايه احب اوجه التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم العمال المصريين، وان لكل العاملين في كافه القطاعات والهيئات، وللمراه العامله تهنئه بالمناسبه السعيده دي، وانا بتشرف جدا مع حضرتك النهارده. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. بالنسبه لي بدايتي كانت انا اتخرجت من الجامعه وقررت ان انا اتجه في الاتجاه اللي انا هلاقي نفسي فيه اكتر، فكملت تمهيدي ماجستير وسجلت درجه الماجستير، بس حسيت نفسي مش هبقى في المجال ده. في المجال ده ولا الكارير ده. انا اصلا من اسره تجاريه، فكان عندي ميول تجاريه قويه جدا، فقررت ان انا اتجه في نفس الاتجاه. وبدات البدايه من 2000 بنهايه 2012 2013 والحمد لله. طيب، ازاي قدرتي تكسري الصورة النمطية للمرأة وتقتحمي كده المجال وتحاولي انك تثبتي نجاحك؟ هو مبدئيا المرأة عامة كسرت الصورة النمطية بس لسه لغاية دلوقتي برضو بيقال لا، المرأة المفروض يا مدرسة، يا مثلا بتشتغل حاجات يدوية، إبر، تريكو، الحاجات دي كلها لسه. على فكرة الكلام ده شغل يدوي، الكلام ده يقال ان ده شغل السيدات، اللي هو الشغل الناعم اللطيف ده. لا، عندنا سيدات كتير جدا اجتاحوا سوق العمل، آه. وفي يعني في كل المجالات، يعني في قاضيات وفي سائقة قطار وفي طيارات، يعني يعني بدأنا دخلنا في كل المجالات، يعني مش ما بقيناش لكن ما زال برضو انا بكلمك عن نظرة المجتمع، مش بكلمك عن الاقتحام. احنا الحمد لله وصلنا واقتحمنا، ويمكن يعني السيد الرئيس يعني بيشجع المرأة على الداعم كل الأول للمرأة المصرية طبعا. طبعا بيشجعنا دايما، ويمكن هو عارف ان المرأة المصرية بتدعم دايما خطاه، وبتدعم كل يمكن القرارات اللي هو بياخدها. ده حقيقي. فهو على هذا الاساس هو كمان بيدعم. ده حقيقي. احنا اخدين دعم قوي جدا بقالنا فترة، مش يعني فترة كبيرة، من 2020 أعتقد أن الدعم وصل لنطاقات كبيرة جدا. يعني أعتقد أن احنا يعني كل المعوقات اللي ممكن بتواجهنا بتذلل، يعني في حاجات كتير. احنا بدأنا نصدر، احنا بدأنا نشتغل في القطاعات اللي فيها اكتساح بالنسبة للرجال. في دعم مادي قوي جدا الدولة بتقدمه. في دعم يعني في مثلا تسهيل لقاءات بيننا مثلا وبين دول خارجية. في ملتقيات كتير جدا احنا بيتاح لنا الفرص ان احنا نحضرها. لا، في دعم قوي جدا. طيب، المنافسة الشرسة بين الرجال، قدرتي ازاي انك تطوري من نفسك بشكل مستمر وتثبتي نفسك في هذا؟ بص حضرتك، انا لما بدات اشتغلت في مجال زراعي، فهو مجال رجالي طبعا او صعب. للرجال جدا. فاول حاجه اخدت وقت على ما اتعلمت يعني كل تفاصيل الشغل. ده بتاخد وقت، يعني انا اي بزنس مثلا بتاخدي فيه سنه على ما تقدري تفهمي التفاصيل بتاعه السوق نفسه اللي بتشتغلي فيه. مين التجار المميزين في الشغل، ايه التجاره، يعني ايه الحاجه اللي بتميزهم في شغلهم. فبتبداي تعرفي وتجمعي معلومات الاول عن السوق اللي انت بتشتغلي فيه. ده اللي انا عملته في اول سنه، وبعد كده بدات اشوف ايه المنتجات اللي انا اقدر اشتغل فيها اميز نفسي بيها. ايه الطريقه اللي اقدر اسوق لشغلي بطريقه الى حد كبير مختلفه شويه عن المحيطين بيا. بدات اكسر حاجز الخوف والرهبه من ان انا يعني ابدا اشوف الخطوه اللي بعد كده ايه وابدا اخطيها، فما بقاش عندي رهبه للشغل، او ما بقاش عندي رهبه ان انا افكر او ان انا اطور من شغلي ومن نفسي. فهي الفكره معرفه السوق كويس،
ان انت بتدرسي السوق يعني انت كويس. بتدرسي السوق، وعلى هذا الاساس بتبتدي بقى تعملي قراراتك انك هتمشي ازاي. مظبوط. بتعملي خطة كده محكمة بحيث مظبوط. انك هتمشي ازاي. مظبوط. طب التكنولوجيا بتساعدك في الموضوع طبعا. ولا يعني يعني لا لسه؟ لا لا، بتساعد جدا. مم. يعني التكنولوجيا من اهم القنوات، يعني قنوات الفيسبوك والانستجرام والقنوات اللي هي على السوشيال ميديا عامة، بتساعد بنسبة كبيرة جدا لتسهيل الشغل. بتسوقي المنتج معين انت عايزة تسوقيه، بتبدأي عايزة تتواصلي مع شركة معينة، مع مورد معين، مع جهة معينة، بتقدري توصلي لكل تفاصيلهم من عن طريق السوشيال ميديا. الموضوع بقى مفتوح أكتر من الأول. طب لما كنت بتقتحمي المجال وبتحاولي انك انت يعني تكسبي فيه او تبقي بتثبتي نفسك فيه، هل كنت بتقابلي صعوبات او خلينا نقول مش صعوبات، خلينا نقول تراجع، احيانا فشل وبتبتدي من اول وجديد؟ هو مش تراجع ومش فشل، هو ممكن نقدر نقول عليه تحويل مسار. يعني ممكن اتجه مثلا اشتغل في منتج معين، تحسي ان هو مش قوي فتبتدي معايا، فابدا ان تتجهي انا للمنتج تاني. ان انا اعدل مساري في الشغل. ودي ده شيء طبيعي جدا، ان عشان بس اتعلم. بيبقى عايز صبر اكيد، الحاجات دي طبعا عايز كلها عايزه صبر، صبر وعايز اراده، اه وعايز طول بال، وعايز مثابرة، خلينا نقول الكلمة اللي دي هي حقيقه. مثابرة، تفضلي كده وراء الموضوع لغاية ما تقدري يعني تجيبي اخره. مظبوط. اه وهو مش عايز عند برضو، اه الشغل مش عايز عند في ان انا هشتغل في حاجه معينه مم. ومصر عليها حتى لو هي مش صح. هتتعبني او مش صح. مم. لا، بعدل. مم. يعني اشتغلت في حاجه معينه، لقيت ان هي، او في مجال كمان معين، مم. ولقيت ان هو انا مش قادره ادي فيه، او تقدري تذكري لنا مثل على. على مجال معين مثلا حاولتي تدخلي فيه وغيرتي مسارك لكده؟ انا دخلت في مجال الفساتين، مم. واشتغلت في شغل كويس جدا، مم. وغيرت المسار لاسباب تخصني. يعني انا وبدات ما حد حسيتوش تجاري. او ما حسيتيش انك ما انت حسيتش داخله نفسي فيه؟ فيه بصراحه. انا مم. بدات في المجال الزراعي، وبعد كده اتجهت للفساتين وعملت مشغل. وكان من كمان ان انا عايزه اثبت نفسي في مجال جديد انا داخله عليه. عملت اول عرض ازياء في محافظه اسماعيليه، مم. كنوع من انواع التسويق. انا عايزه اسوق لنفسي، عايزه مم. اخرج بره الصندوق، عايزه اظهر نفسي للناس بشكل مختلف. مم. ففكرت في الطريقه دي. بعد كده انا حسيت ان مش ده الاتجاه اللي انا لاقيه نفسي فيه، مم. فتوقفت فترة لظروف كمان شخصية. وبدأت لما جيت أرجع الشغل تاني، رجعت للمجال اللي أنا لقيت نفسي فيه، اللي هو المجال الزراعي. مم. وكملتي فيه وكملت فيه، وضفت وحددتي على عليه اساس انك كمان. هتضيفي بقى، ضفتي ايه؟ ضفت التصدير. ده كويس جدا، اه وكلنا طبعا في مصر محتاجين لده. طبعا، والدولة داعمة جدا للمصدرين والتصدير. طيب عايزه اسالك، هل الطموح لوحده كفايه للنجاح، ولا في ابجديات اخرى ممكن نضيفها الى الطموح للي بيشوفك عشان يتعلم؟ هو الإرادة. أي اه إنسان عنده إرادة إنه يكون حاجة في يوم من الأيام، أو إنه يعمل أو يوصل لهدف معين، مم. بيقدر يوصل له. مم. ايا كانت بقى، يعني بيحاول بكل الطرق انه يوصل للهدف اللي هو عايزه. بيطور من نفسه، بيتعب اكتر، يعني هو عنده اراده، بيمشي بكل الطرق انه يوصل للهدف اللي هو عايزه. مم. الطموح طبعا مطلوب، ولكن الإرادة يعني حاجة، أو نقدر نقول عنصر أساسي بجانب الطموح. طيب لو قلنا ان احنا في وسط عالم دلوقتي متغير بشكل كبير، عندنا متغيرات عالمية ومتغيرات اجتماعية، وعندنا طبعا اللي عامله لنا انقلاب في كل العالم السوشيال ميديا، عندنا مظبوط. كمية من المتغيرات. اعتقد ان رائد الاعمال او رائدة الاعمال عليها انها تجدد من نفسها كل شوية، او تحاول انها يبقى عندها مهارات او سكيلز كتير بحيث انها تواجه هذا التغير، وكمان التغير المالي والارتفاعات والانخفاضات، وكل ده بتقابليه ازاي؟ وايه المهارات اللي بتقابليها بيه؟ المرونة. مم. أول حاجة لازم يبقى التاجر أو رائد الأعمال أو اللي عنده بيزنس لازم يبقى مم. مرن. مم. لازم يعني يدعم شغله. يعني يشوف ايه الجزء اللي هو محتاجه، ويعني ينقصه، ويبدأ ان هو يطور نفسه فيه اكتر. يعني مثلا انا اقدر اشتغل، بس عندي جزء في التسويق الالكتروني مش قويه فيه قوي، ببدا اخد كورسات مثلا ان انا اقوي نفسي في الجزء ده عشان اقدر اتواصل وانفتح على العالم كله. عندي مثلا مش قادره اميز قوي، او
اظبط دراسه الجدوى مثلا لمشروع ما، ببدا اخد دورات لدراسه ان انا ازاي اقدر اعمل دراسه جدوى للمشروع. فبتبداي ان انت تطوري نفسك على حسب الاتجاه اللي العالم ماشي فيه. طيب في رأيك هل العمل الجماعي شيء ضروري لرائدات الأعمال أو التجمع العملي زي ما بيقولوا كده؟ طبعا ده شيء اساسي لنجاح اي مؤسسه، اي عمل، اي حاجه. العمل الجماعي من اساسيات النجاح. ولو فريق العمل مش يعني بيكملوا بعض او العمل هيفشل. طبعا هيفشل. ولو في تناقضات بين الافراد وبعضهم العمل هيفشل. يعني اساس فشل اي عمل ايا كان ايه هو، سواء اقتصادي او اجتماعي او سياسي او ايا كان، بيبقى فريق العمل. لو فريق العمل مش متفقين مع بعض ومش بيكملوا بعض طبيعي، او في تناقضات في اشياء يعني في امور معينه، لا العمر العمل ده ما هينجح. بتوازني ازاي بين حياتك الشخصية وبين انك انت تقدري يعني بتعملي كل هذا الكم من الأعمال وفي نفس الوقت بتصدري وبتتابعي شغلك جوه مصر وبره مصر والحاجات دي كلها، بتعملي ايه؟ بصي، هو يعني تظبيط الوقت إلى حد كبير عامل مهم جدا. أنا شخصيا عشان يعني حياتي الشخصية مختلفة شوية، في ناس تانية عندهم أولاد، عندهم زوج، عندهم أسرة، فيبقى الموضوع عليهم هيدك كبير جدا. بس بيقدروا يوازنوا. يعني الست بالذات لما بتعوز تعمل حاجة بتقدر تعملها وبتقدر توازن. يعني لو أنا في الشغل هشتغل، لو أنا حتى في البيت هقدر إن أنا بطرق التواصل المختلفة هقدر برضو إن أنا أشتغل. يعني هي عايزة تعمل هتعمل. طيب انا في الاول في البدايه خالص قلت لك ان المجتمع يعني برضو ناظر للمراه النظره اللي هي النظره الناعمه دي، اللي هو الشغل الناعم والحاجات البسيطه الصغيره، رغم ان المراه اقتحمت وما استنتش. في رايك بقى هل المجتمع دلوقتي بيدعم لما بيلاقي رائدات الاعمال ناجحه، بيدعمهم؟ طبعا. يعني هو يعني هي اللي بتصنع لنفسها مكان. النجاح والمكان يعني هي اللي بتصنع مكانها في وسط المجتمع عامة. بس الدعم ده فيه الكفاية، ولا انت شايفة ان لابد ان يكون فيه زيادة من الدعم من المجتمع؟ هو اكيد زي ما في ايجابيات في كمان سلبيات من المجتمع، وفي مضايقات وفي حاجات كتير، ولكن هي برضو بتقدر. هي بتقدر يعني تحدد الإطار بتاعها، وبتقدر إن هي توجد نفسها في المكان المناسب ليها، وتقدر تجبر اللي قدامها إنه يحترم هذه المكانة. دي نقطة. النقطة التانية، الدولة داعمة جدا. احنا اختلف الامر عن فتره طويله، يعني اختلف الموضوع جدا. بقينا ننفتح على العالم، بقينا بنسافر كسيدات اعمال، بقينا بيجي لنا وفود داخل مصر، بقينا نتقابل مع سيدات اعمال ورجال اعمال في لقاءات B2B، وبقينا نعمل بيزنس كويس. في تغير كبير جدا في الفتره اللي احنا فيها بالنسبه للمراه في مصر، في العالم العربي، خلينا نقول خارج حتى العالم العربي، شايفاه ازاي؟ لا، هو البوادر دلوقتي بتقول ان لو احنا اشتغلنا على نفسنا اكتر وبدأنا نكمل الطريق اللي احنا ماشيين فيه بطريقة علمية اكتر، بطريقة فيها تطور اكتر، هنوصل لمرحلة كويسة جدا. احنا دلوقتي عندنا سيدات اعمال ورائدات اعمال احتلوا مناصب عالمية، احتلوا مناصب في الغرف التجارية، بقينا موجودين في الغرف، بقينا في لجان مجالس اقتصادية لسيدات الأعمال في كل المحافظات، في الاتحاد العام للغرف التجارية. يعني احنا حاليا دلوقتي عندنا رئيس المجلس الاقتصادي سيدات الأعمال الأستاذة ريم صيام، عاملة شغل كويس جدا، بتتيح الفرص لسيدات الأعمال كل الراغبات إنها تتقابل مع أي يعني اي سيدات اعمال في اي دوله، ودي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. عندنا في اسماعيليه الاستاذه امال محمود رئيس مجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، بتساهم برضو بشكل كبير جدا في تذليل كل العقبات امامنا عامه وامام كل رائدات الاعمال. عندنا الاستاذ الغرف التجاريه الاستاذ اكرم الشافعي رئيس الغرفه في الاسماعيليه، انا بوجه له الشكر لان هو دعمني جدا في فترات كبيره. لا بيدعموا كويس. انت محتاجه اي مشوره بيقدموها، وده بدعم وتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدوله. ففي كيانات وفي هيئات بتشتغل لدعم المراه في المجال الاقتصادي ومجال الاعمال. طبعا في
بس علينا احنا اللي نتجه بقى، يعني احنا كسيدات نشوف الطريق اللي احنا او الحاجه اللي احنا محتاجينها او المجال اللي احنا عايزين نتجه فيه، بنبدا ندور على اللي يساعدونا او ندور على الداعمين. بس طب بالنسبه للهيئات كلها بتدعم طبعا. لكن هل تتمني على الحكومة أدوار أكتر في دعم سيدات الأعمال؟ هل تتمني الزيادة؟ هل تتمني من المؤسسات الحكومية دعم أكثر؟ وإيه هو الدعم اللي ممكن تنتظريه ومش موجود؟ هو طبعا الانسان بطبيعته طماع يعني. طبعا. اكيد اكيد، اتمنى دعم اقوى، يعني يبقى في منافذ اقوى خارج مصر، يبقى في لقاءات يعني لكل الدول. دي الحاجة اللي احنا محتاجينها عشان اولا نزداد خبرة، ثانيا نطور من اشغالنا ومن اعمالنا، ثالثا نفتح افاق اخرى في اماكن مختلفة احنا ممكن لسه ما دخلناش في الشغل عليها يعني. طيب كلمة أخيرة بقى في عيد العمال لرائدات الأعمال وسيدات الأعمال وكمان يعني العمال عموما. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما في أفضل حال وأحسن حال وفي نجاح وتطور دايما. بالنسبة لسيدات الأعمال أو بالنسبة لأي سيدة هي حابة إنها يبقى عندها بيزنس وعندها شغل، ابدأي حتى ولو ببزنس بسيط أو بشغل بسيط. خليكي صبورة أكتر يعني. شوفي الحاجة اللي انت حابة تشتغلي فيها وابدأي اشتغلي فيها. شوفي ايه الحاجات اللي ناقصاكي وابدأي ان انت كمليها، سواء بدورات، سواء ببحث اكتر. كل الطرق مفتوحة. السيدة المصرية عامة سيدة قوية جدا، ولو حابة ان هي هتكون. فابدأوا تخطوا حاجز الرهبة والخوف من اي مجال. احنا نقدر نعمل اي حاجه ونقدر نشتغل في اي مجال، وبنقدر نثبت نفسنا كويس جدا. استاذه اماني مصطفى فرحان، رائده اعمال، طبعا نشكر حضرتك على هذا اللقاء كله امل طبعا بالنسبه للسيدات. ان شاء الله. شكرا لحضرتك ونورتينا. ميرسي جدا، شكرا. اصدقائي المشاهدين، يعني زي ما قلنا النهارده احتفالنا بعيد العمال كان على مدار الحلقه. بنشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعة، وطبعا مرة أخرى كل عام وكل عامل وعاملة في مصر وسواعدنا المصرية العرقانة اللي بتكسب يعني زي ما بيقولوا أكل عيشها بعرق جبينها بخير، ودايما مصر في تقدم، وانتوا اللي بتبنوا مصر وانتوا الأساس في مصر. وشكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.